اهلا وسهلا بيكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا حطي لي لايك للفيديو دوت. ده فيديو سريع كده في الانجاز لما تكوني مستعجلة او عندك دكتور زي حالاتي كده. انا كان عندي دكتور وكان لازم اعمل اجي بسرعة بسرعة اجري واعمل اي حاجة سريعة بحيث ان نتغدى يعني اكلة حلوة كده وسريعة في نفس الوقت. فما كانش قدامي غير ان انا اجيب سمك واشويه بره واعمل بس شوية الرز شوية السلطة. جبت الخضرة بتاعتي كده، دي خضرة سلطة. جبتها كده وحطيتها في الطبق ده عشان اغسلها طبعا كويس مرة واتنين وتلاتة. وجبت كده شوية طماطم، انا جايبة طماطم وانا جاية برضو من السوق. بصوا الطماطم عاملة ازاي، جميلة جميلة وحمرة، ب8 جنيه. المهم والجزر القمور الصغنطوط الجميل الحلو ده. ده كانت سلفتي بصراحة، ربنا يخليها يا رب، هي اللي كانت جايبهولي. ومن ساعتها وانا ما عملتهوش. هي جايباه عشان العيال تاكله، بس انا قلت لا وقته، لان انا نسيت بصراحة وانا في السوق اجيب خيار. فيلا ادي جه وقته اهو، قلت يلا وانا واقفة كده انضفه واقشره كده وابشره ايه وانا واقفة على السلطة. وبصراحة نفع وكان وقته فعلا، لان انا ما كانش عندي اي حاجة غير الجرجير والطماطم. ولولا شوية الجزر دول انا ما كانش هيبقى عندي ولا خيار ولا جزر كمان. المهم عملت كده زي ما قلت لكم. طبعا انا جايبه السمك ده من بدري، فطبعا هو برد كده خلاص، مضطريه ان انا احطه في صينيه وادخله الفرن عشان خاطر طبعا ناكله سخن لان هو بارد. فعايزاكي بقى ايه، لو انتي زي كده عندك مشوار او جايه تعبانه او تعبانه وقاعده في البيت عادي ومش عارفه تعملي ايه وكسلانه، تقدري تعملي زي كده، تجيبي سمك من بره تشويه بره وتعملي بس شوية الرز وخلاص. يعني ما فيهاش اي حاجة يعني. انا عملت لهم كشري اللي هو بعدس الاصفر ده. يعني كتغيير بيبقى حلو قوي مع السمك المشوي. جبت الرز بتاعي كده، عملت كام كوباية وهغسله اهو دلوقتي بعد ما نقيته. بصراحة الرز ده كان محتاج تنقية شوية. انا رحت عند العطار انا وجوزي، قلت له بكام يا عم الرز ده؟ قال لي 31. لا قال لي 30، 31، 32. قلت له اه طيب اديني الرز الكويس، المفروض يعني ان ده كويس وحلو، بس انا لقيته طبعا مليان حاجات كده. المهم يعني ان انا قعدت نضفته مخدش مني حاجة ولا حاجة. وطلعت الحاجات اللي فيه وخلاص. يلا هو المهم بس يرخص شوية، لأن برضو 30 و31 برضو غالي. أنا مش عارفة في رمضان هيبقى بكام، يعني هيوصل ل40 جنيه ولا ايه، مش عارفة. المهم ادي الرز بتاعي غسلته غسلة محترمة، وعمال ادعك فيه كده بايديا رايح جاي رايح جاي اهو، لغاية لما المية المعكرة دي تبقى صافية خالص، تعرفي ان كده الرز خلاص النشا نزل منه وان هو كده بقى نضيف. طبعا انا قعدت طبعا غسلت قدامكم هيك كده شوية، وبعدين مع نفسي بصوا المية لسه برضو مش اللي هي. المهم ان انا هعمل ايه، جيت هنا عند السلطة دي نقعتها بالجزر كده والطماطم والجرجير والخضرة بقى الحلوة بتاعتنا دي. وقلت بقى همسك الطماطم دي هحطها في طبق لوحدها علشان انقعها بقى بشوية خل برضو، اعرف اغسلها كويس ما تبقاش وسط الخضرة. المهم حطيتهم كده في طبق زي ما انتم شايفين. بصوا الجزر صغنطوط وجميل ازاي، حلو قوي بصراحة. المهم وكان مسكر قوي عشان تبقوا عارفين. المهم جبت بقى الجزر بتاعي والطماطم، وقلت بقى ايه اتسلى كده وانا بكلمكم. بصوا الطماطميه دي لقيتها ايه، بايظه من جوه. خلي بالكم يا جماعه من الطماطم، احيانا بنتخمي فيها بتبقى حمرة زي الدم من بره، وتبصي تلاقيها من جوه زي ما انتوا شفتوا كده معايا. المهم تنسيش بقى تحطي لي لايك جامد جامد جدا 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 للفيديو ده. ليه؟ لان ده اول فيديو هيبقى ليا على القناه الفيسبوك باسم يويو كيتشن. وعندي قناة على اليوتيوب للي حابب يدخل يشترك عندي طبعا يشرفني وينورني. وطبعا ما تنسوش هحط لكم اللينك بتاع قناة اليوتيوب في اول كومنت مثبت، علشان طبعا لو حبيتي طبعا تنوريني وتشرفيني وتدخلي القناة عندي وتبقي عيلة من عيلتنا ان شاء الله، ونكبر اكتر واكتر. يلا بقى تشجيع كده، وعايزاكم بقى ايه تشجيع وكومنتات بقى حلوة زيكم، ولايكات يا جماعة، لايكات لايكات لايكات. ده اول فيديو هيبقى على قناة على صفحة الفيسبوك. ما تنسيش زي ما قلت لكم اللايكات يا جماعة، وتشيروا الصفحة طبعا لأصحابكم
وحبايبكم وعيلتنا تكبر اكتر واكتر. المهم جبت السلطة هنا زي ما انتم شايفين، السلطة الغلبانة ديت اللي من غير جزر، اسمه ايه ده، خيار. قطعت كده الطماطم حتت صغيرة على قد ما اقدر. انا كنت مستعجلة والله يا جماعة، حتى المغرب اذنت عليا في الشارع، وقلت لما اروح البيت بقى طبعا صليت الاتنين مع بعض. انا هنا بقى قاعدة بكلمكم وانا بمنتج الفيديو، وعايزة اقول لكم ان انا بصوا كل حتة في جسمي متكسرة. دودو كانت تعبانة وانا كنت بيها عند الدكتور. انتوا عارفين الاطفال بقى وطلعوا ونزول وسلم وكده، فكان هدى يعني. المهم مسكت الخضرة بتاعتي كده، العيدان اللي هي الطويلة قوي دي مش مستحب ان هي تبقى جوه السلطة. احنا بنهتم اكتر تاخدي من العيدان شوية بس مش كلها يعني. والسلطة كده بتبقى حلوة بالورقيات بتاعتها وكده بتبقى حلوة. دلوقتي بقى انا عايزة اقول لكم ان انا نفسي في كوباية شاي كده، يا جردل شاي بصراحة. لان اكلة السمك دي بتبقى محتاجة كده شوية شاي. انا دلوقتي قلت لجوزي معلش اخش امنتج الفيديو بس عشان الوقت ما يبقاش متأخر. انا قلت بقى النهاردة الخميس وبكرة الجمعة، اكيد حبايب قلبي سهرانين واكيد طبعا هيتفرجوا على الفيديو بتاعي ده لو عجبكم طبعا. عشان كده يعني ما فيش بقى ولا مدرسة ولا عندنا امتحانات ولا اي حاجة من الكلام ده. فقلت مش مشكلة هتأخر عليكم النهاردة بس، وبعد كده اوعدكم ان انا هبقى بنزل الفيديو بدري شوية عن كده. تمام. تمام. ادي السلطة بتاعتي. عملت السلطة خلاص، فاضل بس بصلاية اخليها في الاخر خالص. هغسلها كده واقشرها واحطها فوق وش السلطة. وهعملها امتى؟ اول ما خلاص نكون رايحين ناكل، امسك البصلة كده واقطعها حتت صغيرة ويلا بينا نعمل. تعالوا بقى للبتنجان القمر ده، قلت لا، الاكلة دي كده ارداحي، لازم لها شوية بتنجان. رحت كان عندي البتنجان ده في التلاجة، رحت قلت لا لازم اعمله واشوه لهم. تعالوا بقى للسمك القمر ده. عارفين السمك اللي هو بيبقى قد الكف الايد ده، قد كف ايدك كده، ده بيبقى سكر يعني بصوا مسكر قوي قوي. مش عارفة في ايه صوتي ماله. المهم السمك كان يا جماعة سكر. طبعا انا بصور لكم بعد ما اكلته طبعا، وطبعا لازم وانا واقفة لازم اكل سمك. فانا ببص لقيت دي في ايديا، ايه دي؟ لقيتها سمكية صغيرة تقريبا هربانة من مامتها ولا ايه، صغننة قوي يا جماعة قد صبع ايديكي. لقيتها كده زاغة وسط السمك، قلت جيت ادوقها لقيتها والله والله عسل نحل. المهم كلتها كده زي ما انتوا شفتوا كده. انا بحب لازم وانا واقفه بعمل اي حاجه سمك بالذات بالاخص لازم اقعد لي اكل لي سمكه ولا اتنين كده وانا واقفه على البوتاجاز. بصوا ما بقاش انا لو ما عملتش الحركه دي. المهم يلا بالهنا والشفا على القلب. المهم كلتها كده وكانت جميله. وجبت بقى برطمان الطحينه ده، كان جوزي لسه جايبه. والبتنجانتين دول معرفش هما كانوا كبار بس مش عارفه ايه اللي حصل لهم، نزل عليهم التخفيض كده ومعرفش ايه اللي حصل بقى. المهم جبت البتنجانتين بتوعي زي ما انتوا شايفين كده، وادي الطبق هحط فيه بقى الهاند بلندر، هحط فيه قرن فلفل كده حلو. هو على فكرة ما طلعش حراق، بس مش مشكلة كويس عشان العيال كانوا بياكلوا. وكمان حطيت فصين توم. ويلا يلا كله ضرب في الهاند بلندر كده، وكانت أكلة يا جماعة بجد كانت محتاجاكم. بجد كانت أكلة حلوة قوي. واصلا السمك المشوي كده جميل ولذيذ وخفيف. ويلا بقى جاهز، ولا تقفي في المطبخ ولا تعملي والحاجه بتجيلك جاهزه. يا دوب شويه الرز وشويه السلطه وخلاص كده الاكل خلص. المهم بصوا البتنجان يا جماعه، بصوا قلبه ابيض ازاي. بصوا اهو عملته كده بس هو كان دايب دوب يعني. بصوا شايفين يعني كل ما اجي امسك الشوكه ابص الاقي اسمها ايه، الاقي البتنجانيه بتتزحلق كده. انا خلصت. هنزل بس بشويه خل معايا كده، ايوه، وشويه الملح اظبط بس التظابيط، واحط الكمون بتاعي. ولو حسيت ان الفلفل مش حراق احط سنه شطه، بس بما اني طبعا العيال هياكلوا قلت لا مش مشكله كفايه قوي عليهم. ونزلت كده بحبه طحينه، ويلا تعالوا على الهاند بلندر. ضربت كده في الهاند بلندر ونزلت بعصره ليمونه كنت نسيت. وادي الغرف بقى يا جماعه، ويلا بينا ناكل. هنا اهو بصوا شايفين الطحينه بوريه ازاي وحلوه. بصوا يا جماعه اهي. يا سلام كمان لو حطيتي معاها كوبايه زبادي يا خرابي على الجمال. عملتها كده شكل بقى بالشوكة وحركات. ويلا بقى بشويه الزيت وكمان احط ليمونيه. ويلا بقى بالهنا والشفا. تعالوا بقى نشوف الاكل بعد ما حطيناه. طبعا بصوا بقى يا جماعه انا مش عايزه حد يعيب عليا،
انا كنت مستعجله وفي نفس الوقت جعانه ميته من الجوع. فيلا بقى انا لسه هغرف يلا في الصواني، يا دوب غرفت اطباق الرز. ويا رب يكون الفيديو عجبكم ولطيف على قلبكم، ويلا مع السلامه.